هنعملها بقى في الموضوع ده موضوع بتاع اخواتك البنات دول. موضوع مش كل واحده اتجوزت وراحت لجوزها ايوه مسؤوله منه. وحقه. حقه، ما انا بعد ما اتعب واشقى مع بقى 12 سنه مع ابوك في قلب الارض. هو مش حل ده برضه يا اسلام؟ مش حل ازاي يعني؟ مش حل. ما هو افرض دلوقتي جوازهم راحوا جاي قالوا لنا جوازهم مالهمش ان هم يتكلموا. اسلام تعالى يا تيمور. تامر اهو. تعالى يا تامر. السلام عليكم. بركاته. وبركاته. ازيك يا تامر؟ لا زي حالك. اسلام زعلان ان انا بقول له يعني خد بالك من الارض دي، بس مش عارف تزعله فيها. زعلان انت لا بقى؟ اسلام فين؟ مفيش حاجه يا عم. امال ايه؟ او جوز اختك بيقول لك لا خد بالك من الارض. ماشي، هو انا هاخد بالي منها لوحدي؟ انا بقالي 12 سنه زي ما بقول لك واخد بالي منها لوحديه، وانت ماشي. في شغلك بتيجي من شغلك ده انت يا جدع ما بتجيش تبص على الارض. خلاص يا اسلام خلاص، انا هجيب لك حل برضه عشان تريح نفسك. ايه هو الحل؟ ان انت تقسم الورث على اخواتك عشان تريح دماغك من ده كله، بلا سقيه بلا زرع بلا شغل فاضي. لا 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 وقسم لا، الورث. ارض ابويا ما قسمهاش، ده ارض ابويا. اروح اقسمها اودي واحد غريب يجي يقعد فيه؟ ده حق اخواتك. لا، اخواتي على عيني وعلى راسي يجوا يقعدوا زي ما هم عايزين في الارض، انما ارض ابويا مش يا عم هقسمها. احنا كده كده هنقسم يا تامر، هنقسم كده هنقسم يا تامر الارض. هتقسم ايه يا محتاج؟ ارض ابويا مش هقسمها. زي بعض زي بعض. اما انا مراتي عايزه حقها. لا انت مالكش انك تتكلم في حق مراتي. ما انا بتكلم بسمراتي. لا 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 حبيبي، ارض ابويا انا مش هقسمها، ارض ابوهم يجوا يقعدوا فيها براحتهم، انما يخش وتقول لك قسم ابقى ابن صوت. بس المهم يعني انت عم اسلام هتاخد حق اخواتك؟ انا مش هاكل حق اخواتي، انا مش عايز يجي عليا يوم اجي داخل ابص على الارض اللي انا كنت بخش عينيا ما بتجيبش اخرها الاقيها معليه صوار. طب ما هي كده هتعلق كده هتقسم الورث. لا 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 لا، ارض ابوهم يجوا يقعدوا فيه. انت هتاكلهم؟ لا انا ما اكلش حق حد. ما انت كده هتاكلهم. بس يجوا يقعدوا فيه، يجوا يقعدوا في ارض ابوهم يولوها زي ما ابوهم كان بيزرعها يزرعوها. كل واحد عايز يبني يا عم في مكانه. لا بس انت زعلان منها، انت زعلان منها، انت زعلان منها قول لي. الارض دي بتجيب خير من على ايام ابوك الله يرحمه، بتجيب خير. ما احنا ما قلناش والخير حاجة. بيتوزع على الغلابه. ماشي، ما احنا ما قلناش حاجه برضه. هو بيتكلم برضك ليه هو عايز يبص يشوف مراته لها كام وياخده. ياخد ايه؟ تاخد حق مراتي يا اسلام. تاخد حق مراتك في ايه؟ في الارض. مراتك تيجي وتقول لي انا عايزه حق. ما هي جات لك وانت قلت لها لا. لا ما جاتليش، ما حصلش. يبقى كانت قاعده مع اخويا تاني، كانت قاعده معاه هو، ما قعدتش معايا انا. خلاص بقى شوف حل انت بقى يا عم اسلام، عشان انت كده احنا هتحصل مشكله جاي. انا رنن عليه من شويه قلت له تعالى اقعد معايا، انا قاعد في الارض. هو جاي اهو. هو بقى جاي ويشوف حل في الموضوع ده. خلاص ماشي. هو جاي اهو. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. لا يا خير، عامل ايه يا خير؟ ازي الصحه؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام والله. خير ان شاء الله، ربنا يا رب دايما متجمعين في الخير كده. امين ان شاء الله. والله ايه اخباركم يا رجال؟ تمام والله الحمد ايه لله. يا عم مالك؟ ما احنا زعلانين ليه عاملين كده؟ شايفكم كده بتنفخوا وانتوا جايين. والله يا خال الموضوع وما فيه هاي ان انا مش عايز ارض ابويا يبني فيها صور. ماشي يا ابني، وحد قال لك ابني فيها صور؟ ما هو انا دلوقتي كل واحده في اخواتي بعتلي جوزها وعايزه حقها. بعت لك جوزها؟ مالهمش لسان يتكلموا، بعتلي جوازهم. لا مع احترامي ليك بقى يا اخويا، انا في ناس جات لي البيت من اخواتي. تمام، وانا قلت لك الموضوع ده قبل كده وانت ايه؟ قلت انا هشوفه وما شفتوش. ما حدش قال يا خال. صلى على النبي. انت اخوك كبير ماشي بيني وبينك يعني. البنت اخرها ليها مش حقها؟ ايوه حقها وحق جوزها وحق عيالها. ماشي هي اولى بيه. ماشي تمام. ماشي. انتوا النهارده اخوك بيقول لك انا مش عايز اقسم ومش عايز اعمل اسوار. يا عم احنا هنقسم ومش هنعمل اسوار. وبعد كده يا حاج كل واحده تاخد حقها وتبقى عارفه تيجي تقعد فيه تاكل فيه تشرب فيه براحتها. نمني بقى يا عم. بعد اذنك يا بعد اذنك يا اسلام ما تتكلمش لو سمحت. ما هو برضك هو بيبص بعد اذنك قدام، انت بيقول مالكش لك حق مثلاً انك تتكلم ما شقامة بين وراح الاخوات. حضر. انا بتكلم بعد اذنك استنى، بعد اذنك ما تتكلمش ما بين الاخوات. اتفضل انت. طب حلها لهم انت. انا بحلها لهم اهو. هو كده كل عائله هتاخد منابه. تمام. ممكن بقى عائله تسيب حقها معاك. اسمعني انت بقى، حقها معاك انت، وكل شهرين او كل موسم تودي لها حقها فلوس. من عنال يعتبر ان انت مأجر منها الارض. من عنال اتنين. ادام انت عايز ارض للمواشي او للدبش توكل ماشي. من عنال اتنين. تمام. ماشي. دي حل. تاني حل
يبقى انا كده عارفه ان القياس ده اهو بتاع اختك تمام. كبيره والصغيره والصغير. ماشي تمام. تمام. ماشي. انتوا معاك ارضك كده مش فاضله، انت كده موظف مش فاضي انت، مش فاضي. ايوه فانت مدي ارضك لمين؟ لاخوك. اخويا. ايوه يبقى كل شهر كل سنه يديك فلوس اه ايجارها وخلاص، على كده بقى انتوا مع بعضيكم. هو مراعيها بصراحه. تمام. ايوه انت بقى خدت منه ما خدتش، أيوة. انت حر. ده حاجه بتاعتنا احنا حلو. بقى. وانت بقى الواجب عليك هتجمع الاربع بنات وهتقول يا عم جمع ازاي الاربع بنات مع احترامي مش ليك برضه بتاعتك، يا حاج. هو هيجمعهم. مم. هو بص اول ما يسمع هو فيها ورث، يخص اختي اللي هي مراته. هم بقى الاربع بنات التانيين يجوا كل واحد ياخد حقها وخلاص ونريح الارض عشان نخلصها مره واحده. كده كده البنات مش هياخدوا يا الارض. خال، يا خال بعد اذنك، يا ابني افهم، يا خال بعد يا اذنك. اشتري. هو يجيب مراته وانا اجيب اخواتي الثلاثه. ماشي اشتري بقى انت مني الكلام. ماشي. كده كده اخواتك مش هياخدوا الارض. ماشي. يا ده اصحى تبص هنا، يا اخواتك مش هياخدوا الارض، مش هياخدوا. احنا هنعمل ايه؟ هنقسمها وكل شهر انتوا بص والارض معاك زي خلاص ماشي. راضيهم وخلاص. ماشي يا خال. ماشي. لا انت رضيتهم كل حاجه هتاخد اللي في نصيبه وهتمشي. ماشي يا خال اللي انت شايفه. هلا. ما انت شايف كده ولا يعني ثلاث رجاله التانيين جوا لك هناك؟ لا ما قالوش بصراحه. لا. لا ما حدش منهم قال. هم اللي جات لي البنت مرات اسلام بس، هي دي اللي جات لي بصراحه، انما التانيين ما شفتش حد منهم اختي الكبيره بصراحه. بتاع اللي هي مراد دي. انما انا ما شفتش حد منهم، هم دي كان ما جوش، ما حدش أيوة. ولا سال فيها ولا حد قال لي انا جاي ولا مش جاي. ايوه لا فانا قلت لها يا بنتي ده حق، ده حق ولي، وربنا يعني يكفينا شر الاكل ياكلوا حقول ولاي. ايوه فانت يا ابني كل واحد تاخد حقها وكل واحد يتراضى وخلاص مع بعضيكم. انا كل ما في الموضوع يا خال، قول يا حبيبي. انا مش عايز ارض ابويا. انت من زمان بتشوف كنا بنطلع منها الخير كله. يا ابني ارض ابوك هتفضل زي ما مش حاطط فيها صور، بس انا دي اللي انا عايزه. بس ما احنا يدينيش فيها صور. هنكتب ورق وعقودات. نكتب ورق وعقودات. تمام بينا وبين بعضينا كده، انت حقك في الحته الفلانيه وانا حقي في الحته الفلانيه، انت ليك ربع قراط، ليك ثلث قراط، ليك نص قراط، زي ما ليه تاخده. ماشي. تمام. ماشي يا خال. وخدته وانت بقى كده كده هم فاضيين يزرعوا ولا يقلعوا. لا انت لما تقول لي انا هاخدها منك وهديك اللي في النصيب هترضى اختك، ولما تقعد على طبليه واحده وانت نفس راضيه، ولا تقعد على طبليه واحده ونفسكم شالوا من بعضيها. اللي انت مش شايفه راضي. الله طبعا الحل ان شاء الله، وهنمضي العقودات ونخلص كل شيء ان شاء الله قبل العشاء تلاقي عندك. إن خلاص. شاء الله. قبل توكل. العشاء. طب توكل، هنروح بلغهم انت عشان انت هتفرحهم وبشرى حلو. ماشي. روح يا حبيبي. السلام عليكم. روح ورحمة الله سلام خير. وبركاته. روح توكل على الله. سلام. يلا انا اجيب لك فلوس يا حاج. يا دي اصبر، يا دي يخرب بيت ابوك اصبر، ما انت تفهمش انت حمار ليه. هو الوقت انا هقول لك بقى. قول لي انا هقول لك. قول لي. ما هو ده بيتكلم فلوس، ما يعرفش الارض بالجبال. حلو. انت الوقت الارض اللي هتجيبه ادوهم لاختكم اخواتكم الاربعه ليهم حق، ماشي. ليهم قد. انت عندكم فدان ليهم نص، عندكم نص ليهم نص، صح؟ صح. ماشي. فانتم بمرض الله كده مع بعضكم. انت يا عم مش عايز ارض ما فيها صوره، نخليها زي ما هي ارض، زي ما هي كده تفضل زي ما هي ارض. ماشي. بس يبقى اختك عارفه لها، ماشي. لها قراط، لها نص قراط، لها قراط ونص، يبقى هي عارفه يا لها، وهي عرفت وهي تاخده هتحمل معاها مروحه. لا ما انت كده كده اللي قاعد على راس الغير، اللي هتيجي تعمل حاجه كده كده هترجع لك. اذا انت قلت يا واحده بقى، انت قول. قلت هتكتب عقود. ايوه يا ابني في لازم في في عقود. شرط بقى يتكتب في العقد. ان البنت ما تبيعش الا لما ترجع لاخوها. اما لا ده لازم، ده لازم ولا بد الشرط ليه؟ هو انت تجيب واحد غريب يقعد في وسطنا؟ ولا تبيع ولا تبني. لا بص بقى، لو حضر في الامور والارض دخلت مباني ايوه. وجت تبني، لا اديها حق لا، الارض. ده حق الارض. اديها حق الارض وتبني لا برضه. لا يا حبيبي انت وهو هيبقى حر في الموضوع ده. لا يا عم الحاج. اسمع بس، ما احنا بقى مش هنبص بقى، بقول لكم على حاجه، مش هنقسم الشرع بمزاجنا. مش انا بقى لا ما تبنيش، لا يا ابن ما يرضي الله، احنا بينا وبين الحرام ربنا، احنا بنقسم بالحق. انا هاجي معاكم انتوا رجاله، بس هاجي معاكم في الحق، انما هضل لا. خلاص صلى على النبي. السلام. هنقيس الارض بتاعتهم. تمام. وبدل ما نكتب عقودات اه هشوف حسابها قداه. اه ثمن الارض قداه وياخدوه فلوس. طب خليهم هم مش هيبيعوا يا ابني، هي خليها عدم الصراط بتاعها ولا الارض بتاعها تقعد فيه. لما احنا مالنا بقى يبيعوا ولا ما يبيعوش؟ هتبقى قدام عينيها، ولا لما يجي بقى تبيعهم ويضحك عليها جوزها وياخدهم مصروفهم ويبقى كويس؟ اللي انت شايفه يا خالد. هلا يا ابني، ما هو النهارده انت لها 100,000 جنيه انت اديتهم لها، راح جوزها جاي ضحك عليها ان انت حبيبتي وانت اللي بيحصل يا ابني، وضحك عليها وخدها. استاذنك بس عشان ورايا شغل انا. روح ماشي. انت شغلك وتعال. ماشي. اتفضل انت. بعد أنا إذنك. قاعد معاك. احنا هنشوف، انا اشوف وانا سلك.
تمام يا حبيبي. تمام. دلوقتي انت اديتها فلوس، هو ده وزعلت، تقعد فين؟ بتقعد عندي. يبقى هتقعد عندك من ايه؟ اللي انت شايفه يا حاج. لما يبقى عندها نص قيراط ولا عندها قيراط بتاكل منه، لما تيجي تقعد عندك يبقى ارضها هتصرف عليه. اللي انت شايفه يا حاج. ولا يا ابني؟ اللي انت شايفه. ولا انت النهارده اللي يديها فلوس يضحك عليها ويجي بعد كده يغضبها لك؟ لا اللي انت. انما فانت يا ابني افضل زي ما هو، هنمضي العقودات والارض معاك. ماشي يا حاج. حبة عيلة بقى تاخد ارضها وتتبرمج عليها وتزرعها، كده كده مش هتعرف تزرعها، لا هي ولا جوزي، هتبوظ منها، هتقول لك خدها تاني. ماشي. خلاص يا ابني؟ خلاص. يلا تمام يا حاج. بعد العشاء تجي. مش فاهم الدنيا. والله وكلهم الشهد لو سابوا لي الارض. عايزين يقسموا ارض ابوهم ويبنوا فيها اسوار ويبنوها بيوت. الارض اللي بتجيب خير محدش يعرف قيمته. ماشي يا اخواتي، نتقابل بالليل عند خالي مهند. ماشي.